السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مش هنحكي حكاية فنان أو قصة حياة فنان. النهاردة بس هحكي لكم قصة طريفة كده كنت قريتها، حصلت في موقف أو في تصوير مشهد فيلم قديم، فحبيت إن انتوا كمان تسمعوها وتعرفوها. سنة 1945 الفنان يحيى شاهين كان بيصور فيلم اسمه المظاهر مع الفنانة رجاء عبده، فنانين زمان. اللي مش عارفهم، هي دي الفنانة رجاء عبده وهو ده الفنان يحيى شاهين. وكان المفروض ان هو كان في مشهد بينه وبين رجاء وهم قاعدين على ترابيزة السفرة، وقدامه فرخة بيقطعها نصين، والمفروض انهم يقسموا الفرخة بينه وبين رجاء، ياخد هو نص ويدي النص التاني لرجاء. وفي اول يوم تصوير طلب منهم المخرج كمال سليم انهم ما ياكلوش علشان وقت التصوير يبقوا جعانين ويقدروا ياكلوا الفرخة، فالاتنين بالفعل صاموا عن الاكل. فأول ما قال المخرج أكشن وهم بدأوا ياكلوا في الفرخة، حصلت غلطة، فالمخرج وقف التصوير. وبما إنهم مش هيعرفوا يجيبوا فرخة تاني في نفس اليوم، فاضطر المخرج إن هو يأجل المشهد ده لتاني يوم. وجه تاني يوم وعم يحيى والست رجاء برضو كانوا صايمين عن الأكل، وبدأ تصوير المشهد. بس المرة دي الفرخة كانت طعمها جميل جدا وأحلى من فرخة أول يوم. بدأوا ياكلوا وهم آخر سلطنة، وهوب الكهرباء قطعت، وعرفوا انها اتقطعت في المنطقة كلها وهتاخد نص يوم على ما ترجع. فاضطروا انهم يأجلوا المشهد ده لليوم اللي بعده، يعني تالت يوم. المفاجأة تالت يوم حصل برضو موقف، جابوا الفرخة، صام عم يحيى والست رجاء، بدأ التصوير، بدأوا ياكلوا في الفرخة، وهوب توقف التصوير بسبب عطل في الكاميرا. فكمال سليم في الوقت ده قال بس ستوب، خلاص نوقف التصوير على ما تتصلح الكاميرا، تكونوا بعتوا جبتوا لنا فرخه تانية. هنا بقى صرخ المنتج توجو مصراحي وقال لهم لا، ده انتوا كده بقى محتاجين سوق فراخ، يعني ينفع علشان لقطه في مشهد اصرف 2 جنيه فراخ؟ يا ناس حرام عليكم. وهنا بقى بدأت الناس كلها تضحك. انتظروا بقى بقيه الناس المندوب اللي راح يشتري الفرخه ان هو يرجع بالفرخه عشان يبدأوا يصوروا لرابع مره. واخيرا جه، بس المره دي جايب معاه فرخه معضمه. هنا بقى رجاء بصت ليحيى وقالت له بقول لك ايه، احنا لازم نخلص اللقطه دي النهارده، دلوقتي جابوا لنا فرخه معضمه، يا عالم بكره يجيبوا لنا ايه، يمكن يجيبوا لنا كتكوت. وهنا بقى تم المشهد بنجاح وخلص المشهد. بس يا عيني اللي اتظلم في الموضوع ده عم يحيى والست رجاء، بعد يوم صيام اضطروا يفطروا على فرخه هفتانه، حالها يصعب على الكافر. ودي كانت حكاية المشهد وحكاية الفرخة والحاجات اللي بتحصل ما وراء الكاميرا والمواقف والطرائف اللي بين الفنانين. قصة عجبتني قوي، فحبيت ان انا كمان احكيها لكم لمحبي القصص القديمة والحكايات القديمة والمواقف القديمة الفنانين زمان. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.